السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتكم قناة حكيمة مع الحلو. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اقتراحي ديال هاد المرة هادي جبت لكم واحد الاقتراح اللي إن شاء الله غادي يعجبكم مزيان. جبت لكم ميني بيتزا بجوج عمارات اللي كيجيو زعما صراحة خطيرين وبنان، وواحد العمارة اللي ما غتخطرش لكم على البال. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر، ما نحرقش المراحل، وغادي نمشيو ان شاء الله المقادير ديال هاد ميني بيتزا. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. كما كتشوفوا هنايا عندي تقريبا هنا واحد 600 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، وعندي 200 غرام ديال دقيق الفينو يعني دقيق الصلب. غادي نضيف ليه هنايا واحد شويه ديال الملحه، يعني الملحه على حسب الذوق. كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. غادي نضيف كذلك واحد شويه ديال الزعتر اللي غادي نحكو بينات يديا، من طبيعه الحال غيكون منقي، وغادي نحكو هكا بينات يديا. هاد العجينه هادي كتجي زعما الصراحه كتجي زوينه، كتجي رطبه، رغم ان المقادير ديالها يعني ماشي شي حاجه. صافي هنا ضفت واحد شويه ديال غير شويه ديال السكر، ممكن تبقى اختياريه غير باش تفعل لينا ديك الخميره. صافي هنايا غادي نبدا نعجن. غادي ناخذ صافي غادي نعجن العجينه عادي يعني المدافي، وغادي نعجنها مزيان. المهم ندلكها، يعني هاد العجينه هادي صراحه كتجي زوينه وما فيها يعني لا مقادير لا والو، يعني هاديه جدا، يعني ما كتحتاج شي مقادير. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه كما كتشوفوا كنخليها مطلوقه، يعني مطلوقه مزيان، بمعنى كلمه مطلوقه يعني خصها تكون مطلوقه. صافي هنا غادي نضيف لها واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، وغادي نحاول ندخله. وانا كان هاد المرحله هادي هاي باش منها كندلك العجينه، ومنها كندخل الزيت. الا بغيتو نتوما تفاداو هاد المرحله هادي ضيفوا الزيت من الاول، يعني ما كاينش حتى شي فرق. يعني انا بعض الخطرات كنعجنها، يعني كندير كلشي في خطره وكنعجنها عادي. المهم هو ان العجينه تكون مطلوقه، هذا هو السر ديال هاد العجينه هادي، غير العجينه تكون مطلوقه صافي، وتعطيوها الخموريه، تعطيوها الوقت الكافي ديال الراحه، واحد الساعه ساعتين. يعني كل ما عطيتوها الراحه كل ما كتنجح العجينه. صافي هنا من بعد ما دخلت الزيت غادي ندهنها ونخليها تخمر. غادي ندوز هنايا لاصوص اللي غادي نعمر به الميني بيتزا. صافي هنا خديت لاصوص ديال مطيشه، غادي نضيف ليه. المهم انا خديت الجاهز، نتوما لكم الاختيار، لا بغيتو تصايبوه صايبوه، يعني سهل يعني باش يتصايب. صافي ضفت ليه هنايا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الثومه بودره، وكذلك زيت الزيتون. غادي نحطه فوق البوطه ونخليه يطيب غير شويه، لان هاد الصلصه هادي راه يعني راه جاهزه، يعني غير تدخل فيها غير هذيك العطريه صافي وكنحيدوها. غادي ندوزو في هاد الاثناء هادي غادي ندوز الحشوه الثانيه اللي كتجي خطيره خطيره خطيره، يعني صراحه جربتها ولقيت عليها زعما جات بنينه صراحه. صافي هنايا خديت واحد الدنجاله قطعتها مربعات صغار، ضفت لها زيت الزيتون، شويه ديال القزبر المعدنوس، الملحه، ثوم بودره، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال الفلفل الاحمر التحميره، صافي وشويه ديال الخرقوم الكركم. هنايا غادي كما كتشوفوا ضفت التوابل كامله. المهم المقادير ان شاء الله راه غتلقاوها في صندوق الوصف. صافي وغادي نضيف كذلك الكمون. دابا غادي نشعل على البوطه ونخلي داك الدنجال يتشحر لينا مزيان يطيح.
هنايا غادي ندير ميني بيتزا يعني العاديه الكلاسيكيه بعماره حشوه عاديه، وغادي ندير النص ديالها غادي ندير هاد الحشوه هادي ديال الدنجال. والله الا زعما كتجي خطيره، غير جربوها على حسابي. صافي هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الفلفله حاره، كتبقى اختياريه. الا عندكم الحلوه ضيفوها حتى هي، كتعطي واحد كتزيد واحد الذوق زوين لهاد الدنجال. المهم كتبقى اختياريه، اللي بغى يزيدها يزيدها، اللي ما بغاش يضيفها ما يضيفهاش. صافي غادي نبقى نحرك حتى نحصل على الطياب اللي بغيت. المهم حتى يطيب ليا الدنجال نحس بيه صافي دخلوا الطياب، صافي غادي نطفي عليه. هنايا راه ضفت الكمون، الا ما ذكرتوش راني ضفت الكمون، لان الكمون ضروري هو اللي كيعطي واحد الطعم زوين للدنجال. صافي هنايا من بعد ما خمرات ليا العجينه كما كتشوفي ضعف كما كتشوفوا، يعني ضعف الحجم ديالها. صافي غادي نقطعها هنايا، غادي نديرها كويرات صغار. المهم نتوما الكويرات على حساب الاختيار ديالكم، يعني الا بغيتوهم صغار راه ديروا شويه تقريبا ديك 30 غرام، الا بغيتوهم يعني متوسطين ديروا فيهم ديك 40 غرام، الا بغيتوهم يعني في حجم شويه كبير يعني اللي يهز وحده ما يعاودش الثاني غديرهم 60 غرام. هذا هو القياس. صافي عينكم ميزانكم داكشي على حساب نتوما واشنو بغيتو، يعني الحجم ديال هاد الميني بيتزا نتوما اللي غادي تحكموا فيه. صافي غادي نستمر هنايا، غادي نقطعها على شكل كويرات صغار. صافي غادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق. صافي ندوز نشكلها كما كتشوفوا. انا درتها هنايا في الصينيه اللي غادي تطا واللي غتدخل الفرن. هنايا عندي صلصه ديال الطماطم، وعندي يعني العلبه ديال درت علبه تاع الثوم، وكذلك شويه ديال البصله قطعتها شرائح اللي ما طيبتها ما والو. هذه غادي وكذلك الزيتون. هاد العماره هذه غادي ندير بها هاد الميني بيتزا الكلاسيكيه يعني اللي كنعرفوا. المهم ديك البصله كتبقى اختياريه، ممكن تكتفيو غير يعني غير بلاصوص ديال مطيشه والطون والجبن يعني موتزاريلا. صافي هنا خديت واحد استعنت بواحد القاع ديال الكاس، هو اللي غادي نحفر بيه ديك الحفرات. صافي غادي غير بحال ندير به العبار وصافي. من بعد راه غادي نبسطهم شويه بينات يديا، يعني غادي نبسط غير الوسط، الجناب راه ما غاديش نوصل ليهم، يعني غير الوسط وانا كنكبر في هذيك سميتها. المهم كيبقى الحجم ديال السمك على حسب نتوما اللي بغيتو. كانت كتعجبكم بيتزا يعني تكون شويه هكا عامره، ما يعني ما تبسطوش بزاف. كنتو كتبغيوها رقيقه راه غادي تبسطوها يعني رقيق. صافي كما كتشوفوا انا راه كنضرب غير الوسط هو اللي نزيد نبسط فيه. صافي من الجناب راه ما كنقيسهمش باش يبقى داك الشكل ديالها زوين. صافي هنا من بعد ما كملتهم كاملين يعني غادي نكمل هاد القرص هذا كامل. صافي غادي نضيف دابا لاصوص هي الاولى، هي غادي نضيفها هي الاولى. صافي نحاول نوزع على البيتزا كامله حتى دوك الجناب نحاول غير نمسحهم باش يجي هذاك اللون ديالهم محمر. اما لاصوص غادي نديرو الوسط هو اللي غادي ندير فيه واحد الكميه. هنايا راه درت الطون صافي، وهنا كندير دوك الشرائح ديال البصله حتى هما كيعطيو كيعطيو البيتزا مذاق زوين. واخا يعني كتشوفها يعني خضره راه كتعطي واحد المذاق زوين يعني، وكطيب ما يعني راه دغيا كطيب هي. صافي هنايا كندير عاوتاني الفرماج الموتزاريلا من الفوق. غادي ندخلهم الفران يكون سخون مزيان مزيان على درجة حرارة 200. صافي باش يعني يكون سخون باش يطيبوا لينا دغيا. صافي غادي نضيف عليهم واحد الخويط ديال زيت الزيتون، وغادي ندير هذاك الزيت هذاك الزيتون تا هو غادي نزين به. صافي نحك عليهم شويه ديال الزعتر من الفوق. غادي ندخلهم الفران كما سبق لي ذكرت، الفران تكون يعني يكون سخون مزيان.
ونحطوهم يطيبوا على 200 درجه. هنا غادي ندوزو للحشو الثاني اللي غادي نحتاجو ليه. هنايا كما قلت لكم يعني واحد الحشوه اللي كتجي بنينه بنينه، يعني غادي تفكركم يعني في السردين المقلي والزعلوك. غادي ندير اول حاجه هنايا غادي ندير لاصوص ديال المطيشه هي الاولى. غادي نوزعها على دوك الميني بيتزا كما سبق لي ذكرت، يعني نحاول ندهن غير الجناب باش يعطيني داك اللون الاحمر. اما لاصوص غنديرو الوسط. صافي غادي نوزع هذاك لاصوص كامله على الميني بيتزا، وغادي ندير هذاك السردين المعلب. من بعد غادي نضيف ليه الدنجال اللي سبق لي حضرت معاكم. صافي عرفتي هاد الحشوه هادي راه كتجي بنينه 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 بحال كتاكلي يعني في السردين المقلي والزعلوك. صافي غادي ندير تاني واحد الرشه ديال الزعتر من الفوق. صافي اللي بغى يدير الفرماج يديرو، اللي مبغاش يديرو ما يديرو. صافي دخلته الفران على درجه يعني تكون عاليه. من بعد ما طابو كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو يعني صراحه كيجيو زوينين. كتجي العجينه رطبه وصادقه. الا خليتيها مرخوفه يعني مطلوقه راه غادي تنجح معاك مزيان، يعني بلا قوه المقادير ولا هذا. يعني عجينه سهله بسيطه. العماره هي كذلك الحشو يعني في المتناول. الا ما عندكش يعني موتزاريلا وسميتو يكتفي ديريها هكا الحشو هذا ديال الدنجال وهذا العلب ديال هذا السردين المعلب، راه كتجيبيه بنينه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتعجبكم الفكره، علاش لا ما تجربوهاش. ما بقى لي غير نقول لكم الى لقاء اخر والى فيديو قادم ان شاء الله.